يخوض بها أولى مواجهة الكان أمام المنتخب جنوب إفريقيا. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد وليد برجاوي. يعول الناخب الوطني كريستيان غوركيف على المباراة الودية التي سيجريها أشباله أمام المنتخب التونسي يوم 11 من جانفي الحالي للوقوف على جاهزية التشكيلة الوطنية في آخر مباراة سيخوضها رفقاء الحارس مبولحي قبل نهائيات إفريقيا 2015 بغينيا الاستوائية. وستكون ذات المواجهة فرصة بالنسبة للاعبين الجدد على غرار قاسحي متوسط ميدان نادي ماتز الفرنسي الذي عوض مهدي عبيد المصاب. شأنه في ذلك الشأن الثنائي العائد للمنتخب الوطني إسحاق بالفضيل وفؤاد قادر المطالب بإثبات أحقيته بالعودة لصفوف المنتخب الوطني، خاصة اللاعب قادر الذي عانى الأمرين في حقبة المدرب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش الذي حرمه من المشاركة في المونديال. مواجهة تونس الودية فرصة أخيرة للمدرب السابق لنادي لوريون من أجل ضبط معالم التشكيلة التي ستخوض المنافسة القارية، خاصة أن ذات اللقاء الودي هو الوحيد في برنامج غوركيف قبل التنقل إلى مونغومو. وسيحاول كريستيان غوركيف إقحام التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها في أول مواجهة الكان يوم السبت المقبل أمام نسور قرطاج مع منح الفرصة للاعبين الجدد، خاصة أن الفاف اتفقت مع الجامعة التونسية على إحداث 6 تغييرات كاملة في المواجهة الودية المقبلة. لاعبو الخضر أجمعوا في تصريحاتهم الأخيرة على أن لقاء تونس منعرج حاسم ومهم للتحضير جيدا لكأس إفريقيا، خاصة الركائز التي تريد تثبيت نفسها في التشكيلة الأساسية. لا الحمد لله دوك التحضيرات تاعنا راهي عادية، دوك إن شاء الله اليوم يكتملوا كامل اللاعبين إن شاء الله يجوا. دوك احنا عندنا هذا الأسبوع احنا نحضروا فيه هنا في الجزائر وعندنا مقابلة ودية في مع تونس. درك ان شاء الله احنا لبنا بلي المقابله هذه وديه مي سي امبورطون لينا حنايا باه نفوزوا بها خاصه مورالمون، وان شاء الله نكونوا حضروا مليح ان شاء الله باه ندخلوا في المنافسه مليح. لا نظن انه كافيه، لانه لو تلعب عدد مباريات ممكن ان تكون اصابات وممكن انه تحت حوايج مفاجئين في قبل الكان. هذا الشيء ما نتمناوش. ان شاء الله كامل التعداد اللي نحضروا به يكون جاهز، 23 لاعب يكونوا جاهزين للكان، ونظن بلي المقابله كافيه لانه الانسجام كاين بيناتنا اللاعبين، رانا عندنا مده وحنا نلعبوا كيف ان شاء الله. هذا من هذا الجانب ان شاء الله ما عندنا حتى مشكل. إذن رفقاء الحارس مبولحي مطالبين بإثبات الذات وتحقيق نتيجة إيجابية، ولما لا الإطاحة بالمنتخب التونسي لدخول المنافسة القارية من موقع قوة وبثوب المرشح القوي الذي يحسب له ألف حساب. بين هذا وذاك يبقى غوركيف مطالبا بتحقيق التأهل إلى الدور الربع النهائي من الكان كهدف أساسي عجز عن تحقيقه البوسني حليلوزيتش في طبعة 2013 بجنوب إفريقيا، كما سيكون ذات الإنجاز بوابة للذهاب بعيدا في الطبعة 30 من كأس إفريقيا.